تعالوا أساعدكم ونبدأ نساعد بعض نبني أول سلمة اللي بيها هنبقى عندنا ثقة وهدوء نفسي وراحة نفسية إن شاء الله. وأول سلمة أو أول جانب هنتكلم عنه في جوانب حياتنا أو العجلة بتاعتنا هو الجانب الروحي. الجانب الروحي أنا اتكلمت في سلسلة شنطة الرحلة عن حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بروحانياتنا وإزاي نقرب من ربنا وإزاي ندعي ونرضى ونصبر. بس دي كلها أساسيات، يعني حاجات لو احنا حطيناها في حساباتنا هيبقى عندي مرونة نفسية أتعامل مع الأمور إزاي. طيب انت جاية تقولي لنا ايه النهاردة؟ أنا جاية النهاردة أقول لكم هات ورقة وقلم واكتب لنفسك أهداف 2024 وحط لنفسك هدف واحد على الأقل من كل الأهداف اللي أنا هقولها لك اللي هتساعد إنها تعزز الجانب الروحي عندك. أنا مجرد بساعدكم، أنا مجرد هقول لكم حاجات ممكن تكونش في بالكم إن احنا نحطها كهدف، وإن الناس اللي مش عارفين أصلا يعني إيه يحطوا هدف في حياتهم لما تشوف الخطوات أو الحاجات اللي احنا ممكن نحطها في الجوانب كلها في حياتنا دي إنه أنا ممكن أصلا كنت ماشية في حياتي بأهداف كتير، بس مشكلتي إن أنا ما كنتش كاتبها أو ما كنتش حاطط لها خطوات. طيب أول حاجة في الجانب الروحي هي الصلاة. أنا مش هتكلم عن الموضوع ده كتير وأنا مش داعية إسلامية، أنا أخت ليكوا يعني زميلتكوا أختكوا صاحبتكوا الكلام ده. الصلاة هي صلة الوصل الوحيدة بينك وبين ربنا واللي بيها الطبيعي إن حياتك كلها بتستقيم. ربنا خلانا نقول في الصلاة لو عديتهم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، بيطلب منك اطلب مني الهداية 17 مرة في اليوم. قد ايه الموضوع مهم. الهداية مش بس ان انا يا ربي اهديني اصلي واهديني اتعبد، اهديني في كل حاجة، اهديني يا رب في كل امور حياتي. يعني انا شايفة دايما ان ربنا حقيقي بيسهل علينا كل امور، وبيقول لنا ندعي ازاي وبيقول لنا نصلي ازاي وبيقول لنا في الصلاة نقول ايه ونعمل ايه، وبيقول لنا يعني اطلبوا مني الهداية، استعينوا بقى كمان بيا في العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة أصلا هي نوع من أنواع العبادات. طب ليه ربنا قال لنا في سورة الفاتحة استعينوا لوحدها والعبادة لوحدها في حين إن هي جزء من العبادة؟ لأن أنت لازم تستعين ربنا أصلا على الاستعانة، تستعين بربنا على العبادة نفسها. أنت بتستعين بربنا في إنك حتى تطلب منه حاجة. يعني أنت بتقول يا ربي قدرني إني أدعي لك، يا ربي اهديني إني أصلي. انت فانت لازم تبقى مستوعب ان اول جانب في جوانب حياتنا هو الصلاة. طيب ازاي نحط الصلاة هدف؟ للأسف في ناس ما بتصلي. حط هدف في حياتك السنة دي انك تصلي. طب اللي بيصلي حط هدف في حياتك السنة دي انك تصلي على الأقل سنة، سنة الفجر، سنة المغرب. يعني أنا عايزة أقرر إني أبدأ بقى أصلي السنن. فالصلاة عشان بيها بتستقيم بجد حياة الإنسان، وإن ربنا ما فيش عنده جدال فيها، يعني دي ما فيهاش جدال. الصلاة حياتك هتستقيم، فلازم تبقى هدف في حياتك. لو ما بتصليش يعني اللهم يرزقك الهداية في الصلاة وتصلي، ولو أنت بتصلي ربنا يثبتك بإذن الله. استعين دايما بربنا على إنك أنت تثبت على الصلاة، وزود هدف إنك تحط سنن في الصلوات. تاني هدف هو القرآن. لازم يومك يبقى فيه قرآن. حط في حساباتك إنه ممكن أحط هدف ليا في الجانب الروحي إن السنة دي ما يعديش يوم إلا لما على الأقل أقرأ صفحة، بلاش صفحة، آية قرآنية بس تدبرها. تدبر الآيات، وفي فرق ما بين التفسير والتدبر. التدبر أنت تتدبر الآية دي وتشوف ربنا عايز منك إيه فيه، عايز إيه ورا الآية دي. وحط في حساباتك إنه أنا ممكن أسمع دورات ليها علاقة بالتدبر، ممكن انزل كتب ليها علاقه بالتدبر، PDF اشتري. سهل على نفسك وشوف اسهل حاجه تحطها كهدف في حياتك القران،
ورد القرآن ما يعديش كده من يومي وما يبقاش في تدبر أو تفسير أو حاجة تفهمني المعنى. طب ليه القرآن مهم كده؟ إن ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص عليهم القصص لعلهم يتفكرون. يعني القرآن وانت بتقراه فيه قصص كتيرة قوي بتسهل عليك حاجات وبتعلمك الصبر وبتعلمك تدعي وبتعلمك يعني ايه اصلا الدنيا، قد ايه انها ولا حاجة، وتوريك قد ايه الاخرة جميلة، وتوريك طب انت عشان توصل للاخرة توصل لها ازاي. فتبدأ تبص ان القرآن ده حياة. القرآن ده مش المفروض ان انا ابص له كده وخلاص او اقرا وخلاص واجري انا لازم اخلص الورد بتاع النهارده. بقول لك حط لنفسك آية واحدة بس قرآنية في يومك كهدف ان شاء الله السنة دي مش هخرج الا لما اكون كل يوم عامل تك على آية قرآنية في يوم. تالت هدف في الجانب الروحي، حط في حساباتك وانت بتكتب الأهداف أنا عايز السنة دي إن شاء الله أسمع السيرة، أقرأ عن السيرة، أنا عايز أسمع في الفقه، أتفقه شوية في أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام. آه أنا عايز أسمع فيديوهات، كتب. شوف أنت بتحب تسمع بتحب تقرأ، شوف أنت بتحب إيه واعمله. بس ما يخليش السنة تعدي غير لما أنت يبقى عندك قرب أكتر لربنا، قرب أكتر لأحكام. قرب إلي شبرا تقربت إيه منه ذراع. قرب لربنا بإنك تعرف أحكامه، تشريعاته، افهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلم منه، هو قدوتنا. افهم طريقة رده، طريقة حلمه، العفو. ابدأ حط في حساباتك ان انا لما اسمع الدروس دي وابدأ اتعلم منها اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتخلق بيها، شوف الناس هتبص لك ازاي بعد كده، شوف الناس هتتعامل معاك ازاي. فده لازم يكون هدف في حياتك. ما تقلش على نفسك قوي، كده كده انت هتحطها خطوة في خطوة، والله ان شاء الله هتتجرب بعد كده. بس انوي انك تعمل ده لوجه الله. رابع هدف في الجانب الروحي وهو الأذكار. حط في حساباتك هدف إن ممكن يبقى عندي خلاص أذكار الصبح وأذكار بالليل، مش لازم تقولها كلها. أنت ممكن تحدد ذكر واحد بس في حياتك يعني تكتبه، هو ده الذكر اللي هقوله الصبح وهقوله بالليل. الاستغفار، لا هكتر مثلا من الاستغفار أو هكتر من الصلاة على النبي أو هكتر من التسبيح، وأبدأ أستوعب أو أقرأ إيه الفايدة اللي هتعود عليا من الاستغفار، ايه الفايده اللي هتعود عليا من التسابيح. طب لما تقرا الفوائد دي هتفيدك بايه؟ هتبقى انت حابب قوي تعملها عشان توصل لها. وده اللي انا قلته لك، هدف انا بحطه عشان انا عايز غايته لوجه الله. فانا عارف يا ربي ان الاستغفار ده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ده انت هتاخد دنيا واخره. يعني ده انا هفضل بقى عمري كله استغفر بقى، ده انا مش عايز حاجه غير الاستغفار بقى. يبقى انت بتبص للفايده وتبدا بقى تشتغل. طب انا هستغفر بقى، ده انا عايز رزق جايني من السماء وعايز ولاد وعايز مال وعايز جنه وعايز اخره. فيبقى انا عارف اني لازم احط الهدف ده في حياتي كاذكار الصباح والمساء، استغفار ورد، عدد محدد من الاستغفار، تسابيح، تهاليل، وهكذا. خامس هدف ممكن تحطه في حساباتك في الجانب الروحي هو ان انا اقرر ان انا اصوم لوجه الله. وات ايفر مثلا ان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا الاثنين والخميس لان الاعمال بتترفع في الوقت ده، او ان انا اقرر ان انا اصوم عاشوراء، اصوم يوم عرفه، او ان انا اقرر اصوم ايام لوجه الله وخلاص. اعرف ان ربنا عمل باب يدخل للجنه يدخل منه بس اللي بيحبوا الصيام اللي بيصوموا. فاجعل نفسك من اللي هيدخلوا من الباب ده، فتبص لنفسك انه ممكن ده يبقى هدف في الجانب بتاعي ان انا هحطه في السنه دي. انا مش هتعدي السنه دي ان ان شاء الله ابقى صايم مثلا اثنين وخميس، هبقى صايم مره كل شهر، مرتين كل شهر. يبقى ده حاطه في حساباتك انه لوجه الله. قرر ان السنه دي ما اختبش، ما نمش على حد، ما اتكلمش على حد وحش. اصلا انت لو قعدت تتكلم على انسان ضايقك كتير او انسان مش كويس وات ايفر كتير قوي،
مع الوقت انت نفسك من جواك بتتضايق وبتتخنق. ربنا لما بيأمرنا ان احنا نبعد عن حاجة، والله ان الله سبحانه وتعالى ارحم بينا فعلا من الام على والدها. فمعنى كده ان هو عايزك تبقى مرتاح، عايزك تبقى هادي. شوف الاثر النفسي عليك لما تقعد يوم كامل ما تغتابش حد ولا اتنين مع حد. لو الموضوع هيبقى صعب عليك قرر انه على الاقل لمده 5 ساعات، بعد شويه لمده يوم، بعد شويه يومين، فيبقى ده هدف في حياتي السنه دي. ايه تاني هدف في حياتي؟ اكتب الصدقه. اكتب ان انا عايزه السنه دي ان شاء الله من كل قبض ليا بينزل لي اخد رقم معين اتصدق بيه لله سبحانه وتعالى لوجه الله. ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. ما تختبرش ربنا، ما تتعاملش مع ربنا بالاختبارات. اعمل على يقين، اعرف ان ربنا قال لك حاجه فدي هتحصل. فحط ده هدف في حياتك. الصدقه مش لازم تبقى مال بس، على فكره الابتسامه صدقه. وياه كتير قوي الابتسامات ما تبقاش عارف الاثر النفسي جوه نفسك وعلى اللي قدامك. انك اصلا تعمل تحط اللقمه في فم زوجتك دي صدقه. انك تميط الاذى عن الطريق ده صدقه. انك تساعد حد اصلا في حاجه دي صدقه. الصدقه اصلا بتساعد على زياده الرزق وبتريح القلب جدا، ليها اثر نفسي فظيع على القلب. وعلى فكره هي برضك ليها باب في الجنه بيدخل منه المتصدقين، يعني اللي بيتصدقوا كتير بس لله سبحانه وتعالى. فاجعل ده هدف في حياتك في السنه دي، ان انا عايز يبقى ليا باب في المكان، باب للجنه ادخل بيه ليه علاقه بالصدقه. اخر حاجه ممكن تحطها في حساباتك في الجانب ده، على حد يعني ما حاولت اجمع لكم معظم فعلا الاهداف. حط لنفسك هدف في حياتك السنه دي اني اختلي بالله، خلوه مع الله. ويا لو تحريت وقت السحر اخر ثلث في الليل، ربنا ينزل ويقول، يتنزل في السماء الدنيا ويقول حد عايز يتوب، حد عايز يستغفر فاغفر له، حد عايز يطلب مني حاجه فاعملها ليه. فانت تيجي تبص انه طب ربنا بيقول لي كل حاجه حلوه، عايزك بيسهل عليك فعلا كل حاجه، فايه المانع؟ حط ده هدف السنه دي، ان انا على الاقل اقوم بقيام الليل الثلث الاخير من الليل وادعي ربنا الحاجه اللي نفسي فيها، ادعي ربنا الحاجه اللي كان نفسي تحصل وما حصلتش. ادعي وعيط واطلب منه بلطف، هو لطيف هيلطف بيك. ادعي وقول يا جبار اجبر بقلبي واجبر خاطري، والله ان يعني جبره كبير. ودايما وخلي ده هدف، ان ايه المانع اقرب من ربنا بده. ابواب كتير قوي هتتفتح لك بسبب ان شاء الله قيام الليل وانك تتقرب لله سبحانه وتعالى في الوقت ده. الجانب ده انا عمري ما هكفيه، والجانب ده بيحصل بيه اتزان لكل الجوانب اللي جايه ان شاء الله. واعرف ان انا عارفه ان انا حطيت اهداف كتيره قوي فيه. اختار هدف واحد او اتنين او تلاته على الاقل وحطهم في ورقه واطبع الهابت تراكر. هبقى ممكن انزلها لكم في الفيديو تحت البي دي اف بتاع الهابت تراكر، او ممكن تحملوها اصلا. متتبع العادات. متتبع العادات ده انا خلاص قررت ان انا اصلي السنن، فاعمل انزل البي دي اف بتاع متتبع العادات ده واصوره، اصور الورقه دي وابدا اقول انا صليت السنه دي خلاص الحمد لله دي، وهكذا وكده. وامشي واشوف انا امتى وقفت، امتى عطلت. طب انا عطلت هنا ليه بقى؟ ايه المانع؟ وابدا احل المشكله اللي خلتني اعطل عن الصلاه في الوقت ده. قررت اعمل متتبع عادات للصدقه، للورد بتاع القران، للاذكار. شوف انت هتعمل متتبع عادات لانهي هدف من الاهداف. ما تقلش على نفسك كل الاهداف اللي انا قلتها، اختار واحد على الاقل في الاول، ولما تثبت رجلك فيه حط التاني، حط التالت. ويا رب يكون الفيديو ده فعلا وصل لكم حاجات معينه كان نفسي اوصلها لكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم فيه. استنوني في الجانب اللي جاي ان شاء الله، هنتكلم برضك بالتفصيل عن اهداف جواه تساعدنا في الدنيا بتاعتنا دي ان احنا نعديها بهدوء وسلام نفسي وراحه نفسيه ان شاء الله. السلام عليكم.